يا مساء الخير، يا مساء الهنا عليكم، عاملين ايه؟ تعالوا كده واحنا قاعدين كده تحت البطاطين، شوف بقى هنعمل ايه. هنعمل حاجة حلوة كده بسيطة وسريعة اللي انتوا شايفينها قدامكم. طبعا الشتا بقى واجواء الشتا، فعايزين حاجة تدفينا. ده هنا يا جماعة اللي مليكة كانت هزت الكاميرا، فهو اتقلب منه والله غصب عني يا جماعة في الفيديو كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلنا بقى احنا قاعدين كده تحت البطاطين والجو ساقع، عايز ايه الجو الساقع دي؟ كوبايتين نعناع كده حلوين وسندوتشين كده، يعني على السريع. إيه ده اللي انا بعمله؟ ده برجر يا جماعة، برجر الغلابة طبعا. يعني حاجة بسيطة كده، ولا لحمة ولا فراخ ولا مثلا هقول لانشون ولا الكلام من ده خالص، ولا برجر جاهز. هو حاجة بسيطة اقتصادية طبعا في البيت وعلى قد ايدينا، احنا عملناه في البيت. عملنا ايه؟ جبت طبعا جبنة، وكان عندي بيض، فقشت بيضتين كده، بس انا حبيت احمرهم قوي. انا بحب احمر البيض قوي يا جماعة. عملته ازاي؟ حطيت له شوية فلافل كده وتوابل حلوين عشان يدينا طعم حلو. بعد من كده بقى حطيت بقى العيش بتاعي بتاع البرجر ده، فردته كده على النار الاول، حطيته طبعا في الطاسة، يعني حمصته كده تحميصة بسيطة عشان يدينا طعم حلو كده. فردت الجبنة في قلبه، حطيت طبعا حتة بيض مع الجبنة. قطعت طماطم طرنشات وفلفل طرنشات. ده كان البرجر بتاعنا او سندوتش البرجر الجميل ده، كان حلو جدا وكان متواضع وجميل، ولا لحمة ولا فراخ ولا اي كلام من ده خالص. هو برجر عادي بطريقة بسيطة، وعجب الولاد واتبسطوا منه طبعا يا جماعة، وكان حلو قوي. عايزة اقول لكم ان كان طعمه حلو وجميل، وهيعجبكم انتوا كمان. جربوه لو انتوا طبعا عندكم العيش ده، جربوه، الولاد هيعجبهم قوي قوي يا جماعة والله. فلما عملته بالطريقة ديت عجبني برضو، كان طعمه حلو ولذيذ. قطعته بقى بالطريقة ديت، قطعته على قد السندوتش بتاعي، او على قد القرصة بتاعتي. وحطيت طبعا طبقة الطماطم، حبيت اشكلها طبقة طماطم لا طبقة بيض، يعني بصوا يعني تشكيلة كده، اللي موجود عندك حطيه في قلبه. ممكن تعمليه بالبطاطس برضه هيبقى جميل جدا، بس انا حبيت اعمله بطريقة مختلفة شوية. جهزتهم بقى وحطيتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، كان شكله جميل قوي وكان طعمه لذيذ جدا. انتوا كمان جربوه هيعجبكم قوي. كان عندي طبعا سندوتشين كده سخنتهم برضو، كانوا طعمية فسخنتهم معاه. وحطيت طبعا كان باقي بيض حطيته، وكان باقي فلفل برضو حطيته اللي حابب ياكل. كان شكله حلو اوي وكان طعمه جميل برضو. يعني شوفوا الجمال ده يا جماعة، يعني حاجة بسيطة وعشا خفيف وعشا سريع برضو زي ما بيقولوا، وهيعجبكم برضو. فحبيت بقى احط لهم العشا الجميل ده، احط لهم حاجة يحلوا بها كده. فقلت بقى اجيب ايه، انا حبيت اوريكم بس شكل البرجر من قلبه عامل ازاي، كان شكله حلو اوي. واللي يشوفه يا جماعة ما يقولش ان هو في قلبه بيض او جبنة او اي حاجة. والولاد اتبسطت منه قوي وعجبهم قوي بصراحة. كان عندي بقى مخلل كده حطيته. فطبعا مشروبات الشتاء بقى ظهرت معانا، عملت لهم كوبايتين نعناع. جبت طبعا حلويات، كل سنة وانتوا طيبين. خلاص بقى كل سنة وانتوا طيبين، نص رجب خلاص قرب اهوت. فطبعا ده كانت الحلاوة موجودة، فالولاد شبطوا فطبعا فيها فجبناها لهم. فحطيتها لهم بقى بالشكل الجميل ده، زينتها في الطبق كده، اللي حابب ياكل وهم قاعدين كده بيتفرجوا على التلفزيون وقاعدين بقى بيسلوا. حطيت لهم طبعا فاكهة، حبيت برضه اشكل لهم كده واعمل لهم اداء حلو. طبعا زي ما انا قلتلكوا الجو ساقع، فاي حاجة موجودة عندك حطيها لولادك في الساقعة اللي احنا فيها ديت، هيتبسطوا بقى اوي وهيحبوها. ويا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم يا جماعة ويكون حلو. تقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات. طبعا والله غصب عني التصوير، انا معرفش ان الكاميرا مهزوزة معايا جدا، بس غصب عني والله. كان عندي طبعا
سفنديتين كبار حلوين كده، محبتش ازعلهم. حطيتهم طبعا في الطبق بتاعي، وحطيت طبعا معاهم الموز. قلت بقى اللي حابب ياكل من ده او من ده يعني يتسلوا هما قاعدين. طبعا انتوا شطارتكم يا جماعة اللي موجودة عندكم بتحطوا لولادكم يتسلوا بيه، واحنا قاعدين كده كمشانين في قلب الشقة. انتوا طبعا الجو بيبقى ساقع، نبقى عايزين اي حاجة نتسلى فيها واحنا قاعدين، حاجة تدفينا. فالأكلة الحلوة ديت قلنا لأ، عايزين كوباية نعناع تظبط طبعا الأداء كده وتحرق الدهون معانا برضو. فقولولي ايه رأيكم في العشاء الخفيف بتاعنا ده. انا بحب احط السكر في قلب الكنكه وادوبه كله مع بعضه كده يا جماعه، بيبقى حلو اوي. احسن بقى بحط هنا وهنا وهنا، لا انا عارفه السكر بتاعنا بيبقى ايه، فبدوبه في الكنكه بتاعتي مره واحده. حسيت ان هي بتوقع مني، قمت فاصله طبعا لحد ما عدلتها. وبعد من كده صبيتها، كان ده النعناع بتاعي، كان ريحته طالعه في الشقه حلوه اوي برضو، كان حلو. طبعا اللي وقع مني ده انا مسحته، مسبتوش بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وده كان النهائي بتاعي. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، ويا رب تقوموا تتشجعوا زيي وتقولوا لي ايه رأيكم في البرجر المتواضع بتاعي. يا رب يكون عجبكم، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا حبيت بس تشوفوا يا جماعة للاخر معايا، تقولوا لي ايه رأيكم.